قصة القانون لا يحمي المغفلين. كان هناك واحد أمريكي فقير جدا، من كثر الفقر اللي فيه كانوا الناس كلهم يرثوا له، وجت له فكرة في راسه أن يعمل إعلان عبر المجلة الأمريكية الأخبارية أن إذا أردت أن تصبح ثريا فأرسل $1 عبر صندوق البريد الآتي، وصلح رقم البريد حقه. الناس كلها فرحت بهذا الموضوع، لعل وعسى أن يكونوا من الأثرياء، الكل رسلوا $، $، وبالفعل أصبح من أثرى الأثرياء داخل أمريكا. بعد ما كان فقير أصبح ثريا جدا، وأعلن بعدها في المجلة قال إنها كانت خدعة، وإذا أردت أن تصبح ثريا فاعمل هذا الحركة. المهم ضجوا الشعب وضج الإعلام، قالوا ليش هذا إنها غير قانوني. المهم قدموا محامين وقدموا عليه قضية، وحضروا إلى المحكمة، وحكم القاضي. قال القاضي القانون لا يحمي المغفلين. ومن هنا أتت كلمة القانون لا يحمي المغفلين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.